الحمد لله الذي خلق الأشياء فقدرها تقديرا، وصور شكل الإنسان فأحسنه تصويرا، ومنحه بالعقل وجعله سميعا بصيرا، وشرفه بما عرفه به من العلم، ونور قلبه تنويرا، وهداه إلى معرفته، فيا لها نعمة وفضلا كبيرا. وأطلق لسانه فأذعن بشكره تحميدا وتهليلا وتكبيرا، وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا، وأنزل عليه كتابا منيرا، وأودعه حكمة وحكما وترغيبا وتحذيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كساه من فضله عزا ومهابة وتوقيرا، وعلى آله وأصحابه كما أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. المشاهدون والمشاهدات، مرحبا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وفي هذه الحلقة نتناول ورقة من الورقات التي قدمت في مؤتمر التعليم في عام 2010 في مدينة أسمرة في وزارة التعليم الأريترية، عن دور اللغة العربية وأهميتها واليوم نتناول هذه الورقة، وهي بعنوان أهمية اللغة العربية كلغة تواصل في منطقتنا، بقلم سعادة السفير أحمد طاهر بادوري، وهو كذلك سفير كان في الأمم المتحدة بعد استقلال إريتريا، وكان كذلك إعلامي ومدير للتلفزيون إريتريا وهكذا، ورجل كاتب وله كتب كثيرة، وهو من الكوادر الجبهة الشعبية. وهكذا نرى ماذا يقول في هذه الورقة. عقدت وزارة التعليم الإريترية من يوم 9 إلى 10 إبريل عام 2010 ندوة حول أهمية ومكانة ودور اللغة العربية في أريتريا، قدمت خلالها عدد من الأوراق والأبحاث التاريخية، وذلك بحضور كبار المسؤولين في الدولة وفي الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بعد التحرير من الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. حول الاسم إلى الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، هو الحزب الحاكم الآن في أريتريا. وعدد من الكتاب والمفكرين وممثلين للأقاليم الأريترية 6. ولقد قدم السفير أحمد طاهر بادوري ورقة بعنوان أهمية اللغة العربية كلغة تواصل في منطقتنا. ويقول السفير أحمد طاهر بادوري: عنوان مداخلة أهمية اللغة العربية كلغة تواصل في منطقتنا هو عنوان كبير لا أدعي شرف الإحاطة به. إنه موضوع يتجاوز حدود قدرتي، وهذه المداخلة بمسافات ومسافات، ولا يمكن لورقة مختصرة وموجزة كهذه أن تستوعب كاملا أو تحيط بجميع جوانبه. يقول هكذا: ولكن ولأجل هذا الجهد العظيم والحثيث والهادف سأحاول أن أركز بإيجاز شديد على جوانب رأيتها مفيدة ويمكنها أن تساعدنا إلى حد ما التعرف على مدى انتشار اللغة العربية بشكل عام، وأهمية إدخالها ضمن مناهجنا التعليمية بشكل خاص. فاللغة العربية لغة عالمية غنية وواسعة تستحق أن يتعلمها أبناؤنا كجميع اللغات العالمية. ويقول الأستاذ أحمد بادوري: وصدق الشاعر العربي الكبير حافظ إبراهيم المعروف بشاعر النيل حين استنطق اللغة العربية لتتحدث عن نفسها فقالت: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا القواص عن صدفاتي. فيقول من أهم أهداف هذه الندوة يعني التي عقدت
عن لتناول دور اللغة العربية وأهميتها في إريتريا هو السعي لخلق فهم مشترك حول اللغة العربية وأهميتها في إطار رؤيتنا الاستراتيجية المستقبلية، وضمن ما نصب إليه لخلق أجيال كفؤة تتمتع بدرجات عالية من التعليم والثقافة الواسعة المتنوعة. وفي هذا الصدد فإن اللغات العالمية هي الأداة التي تمكننا من تحقيق ذلك، لأنها تفتح أعيننا للتعرف على ثقافات وحضارات الشعوب. وأظنني لا أخطئ إذا قلت أننا في إريتريا أحوج ما نكون لتعليم أبنائنا اللغة العربية، بحكم أننا جزء لا يتجزأ من هذه المنطقة. وهذه حقيقة، إريتريا جزء لا يتجزأ من هذه المنطقة العربية بما فيها من القبائل العربية التي هاجرت من الجزيرة العربية كما ذكرنا في الحلقات الماضية، وأنشأت أمارات إسلامية وسلطنات بما سمي بالطراز الإسلامي، وهناك يعني كان لها دور كبير في نشر اللغة العربية. فيقول نحن جزء لا يتجزأ من هذه المنطقة، وأننا أكثر الشعوب غير العربية في القرن الإفريقي تأثرا بهذه اللغة بحكم التاريخ والجغرافيا والثقافة المتبادلة عبر التاريخ. ويقول إزالة الفهم المفهوم الخاطئ والمتباين فيما يختص بموضوع اللغة واللغة العربية تحديدا قد تأثر بعدة عوامل ومفاهيم خاطئة وقاصرة في الرؤية، منشأها عدة أسباب ناتجة. يعني الذين يفهمون أن اللغة العربية في إريتريا ليس لها مكان، يقول هؤلاء لهم مفاهيم خاطئة وقاصرة. أسباب هذه المفاهيم ناتجة عن تطورات تاريخية مرت بها البلاد في فترة الاستعمار الأوروبي، وخاصة الاستعمار والاحتلال الإثيوبي. سنتطرق إليها في النقاش التداول الذي سنخصصه للموضوع في سياق هذا العرض السريع. الهدف الأخير هو كيف أننا نستوفي المتطلبات والنواقص لتدريس اللغة العربية. الحكومة الإريترية تقول أنها لا تجد كفاءات لتدرس اللغة العربية، ولكن هذا كلام غير صحيح. كثير ممن تعلموا في الدول العربية من جامعات أتوا لتدريس اللغة العربية في إريتريا، ولكن ضيق عليهم ثم رجعوا إلى بلاد الهجرة مرة أخرى. ويقول ومن ثم المرحلة الثانوية، أي في المرحلتين الأساسيتين الابتدائية والمتوسطة، ومن ثم المرحلة الثانوية يجيد هذه اللغة إجادة تامة وعلى أسس علمية، ويتواصل بها دون أي صعوبة وبطلاقة، ويلم بأصول فهمها وقواعدها وفنون استخداماتها. عندما أرادوا أن يدرسوا اللغة الإنجليزية جاءوا بكفاءات من جنوب أفريقيا ومن الهند حتى يدرسوا اللغة الإنجليزية في إريتريا. والآن ما الشباب والطلاب الإريتريين الذين درسوا في داخل إريتريا يجيدون اللغة الإنجليزية كفاءة، ولكن اللغة العربية لم يأتوا لها بكفاءات بل همشت ودمرت. متى وكيف دخلت اللغة العربية في إريتريا؟ هذا طبعا تاريخ، وهذا هو برنامجنا التاريخي، متى وكيف دخلت. وقد ذكرنا في الحلقات التي مضت كيف دخلت اللغة، ولكن هذه رسالة من كادر من كوادر الجبهة الشعبية، وهو الأستاذ أحمد بادوري السفير وإعلامي، يقر فيها أن اللغة العربية ضرورية في إريتريا. وهذا العنوان الذي نحن بصدده ليس موضوع سهل، وهو شائك وواسع يستدعي بحث ودراسة مستفيضة متأنية وموثقة لا غبار عليها حتى نلم به من أجل تطوير معارفنا. فقد حاولت أن أقسمه بقدر الإمكان إلى زمنين اثنين لدواعي عنوان هذه المداخلة،
ولفتح مجال أوسع للمناقشة المستفيضة. يقول الأستاذ أحمد طاهر بادوري: دخلت اللغة العربية بلادنا قبل المسيحية والإسلام بحكم علاقات التواصل بين الشعوب الشاطئين الشرقي والغربي للبحر الأحمر عبر التاريخ، من خلال التبادل التجاري والتداخل العرقي والثقافي والهجرات والنزوحات التي سببتها النزاعات القبلية. ومنذ وطأت أقدام الشعوب السامية أراضي الشاطئ الغربي للبحر الأحمر قبل آلاف السنين قبل الميلاد، وجدت اللغات قبل الأديان، وهكذا أيضا وجدت اللغة العربية قبل جميع الأديان. طبعا هذه مقالطات بعض أصحاب الأهواء. هذه اللغة هي بدأت مع الإنسان، ويقول وجدت اللغات قبل الأديان. الإنسان عرف اللغة وعرف الدين، وهكذا أيضا وجدت اللغة العربية قبل جميع الأديان السماوية التي ظهرت في منطقة الشرق الأوسط. وحسب التاريخ فقد نزلت بها الأديان سواء الإنجيل والقرآن الكريم، وترجمت بها بقية الأديان السابقة للمسيحية والإسلام. طبعا ليس هنالك أديان إنما شرائع، هذا مصطلح خاطئ. ليست هنالك أديان إنما الدين عند الله هو الإسلام. وأما هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليه جاءوا بالشرائع تختلف عن الشرائع الأخرى، لكل نبي له شريعته، وهكذا. وبحكم أنها مشتق من مشتقات اللغات السامية القديمة، وهي اللغات السامية القديمة، وهذا طبعا كذلك يعني تفسير من قبل النصارى أو اليهود. قسموا اللغات إلى عدة أقسام، منها ما يسمى باللغات السامية، وهي اللغات الحبشية واللغة العربية وكذا، والعبرية. فهي إذن ليست غريبة عنا، بل هي واحدة من أصول لغاتنا السامية التي تتحدث بها أجزاء واسعة من الشعب الإريتري، كالتجري والتجرينيا التي يتحدث بهما جزء لا يستهان به من الشعب الإريتري، وكذلك اللغة الأمهرية في إثيوبيا، وكذلك اللغة الأمهرية المهرية في جنوب اليمن وظفار في سلطنة عمان، واللغة العبرية في إسرائيل. هذا باختصار لغرض التوضيح خلفية الموضوع. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الكرام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد فاصل قصير. نواصل من قطع في قراءة ورقة الأستاذ أحمد طاهر بادوري، وهو من كوادر الجبهة الشعبية، كادر إعلامي وكادر دبلوماسي، وكان سفيرا لإريتريا في الأمم المتحدة. يقول: بعد ظهور المسيحية والإسلام اتسع انتشار اللغة العربية في بلادنا عبر الهجرات الدينية بقوة وتأثير أكبر. فقد جاءت المسيحية إلى بلادنا من خلال الأخوين المبشرين السوريين فريم ناطوس وأيدياسوس، اللذين حملا الإنجيل المقدس وتعاليم المسيح بكلا اللغتين العربية والعبرية. فما عدا مسيحيو بلادنا الذين ترجموا الإنجيل باللغة الجعزية، وهي اللغة الحبشية، فإن جميع مسيحيو منطقة الشرق الأوسط يقرؤون الإنجيل ويمارسون شعائرهم الدينية باللغة العربية، كما في مصر يمارسون شعائرهم باللغة العربية.
فاللغة العربية كما هو واضح وككل لغات نقلت أو ترجمت بها الأديان لتصل إلى الشعوب وليس العكس. وبالنسبة لنا نحن الأريتريون فإن اللغة العربية ليست غريبة وبعيدة عنا، وحيث أن جزءا من شعبنا وهم قومية الرشايدة هي لغتهم الأم. الرشايدة لم يأتوا إلى إريتريا إلا قبل 100 عام أو 200 عام، وهم ليسوا من أصل الشعوب الإريترية، ولكن اللغة العربية قبلهم كانت موجودة قبل 200 عام عندما قدم الرشايدة من السعودية أو غيرها من بلاد الخليج في عام الرماد أو عام المجاعة التي ضربت تلك المنطقة. وتعتبر لغتهم لأنهم عرب جاءوا من الجزيرة العربية، والتعامل بها حق مكفول في الدستور الإريتري كبقية اللغات الوطنية. وذكرنا ذلك حرب اللغة العربية في البرلمان الإريتري كيف كان، وأثبت البرلمان الإريتري أن اللغة العربية هي لغة أريترية، وهكذا مع اللغة التجرينية لغة رسمية للدولة الإريترية. تطورات استخدامات اللغة العربية في بلادنا، فيقول في الخلاوة القرآنية يتعلم بها الطفل الكتابة والقراءة ويحفظ بها عن ظهر قلب القرآن الكريم وأمور الدين الأخرى، ويستخدمها كثير من الناس في حياتهم الاجتماعية كعقد الزواج والميراث والتعاقدات التجارية والمراسلات وغير ذلك. حتى الآن هذه المعاملات وهذه العبادات كلها باللغة العربية، حتى الخطب يوم الجمعة والأعياد باللغة العربية، لا توجد هنالك لغة غير اللغة العربية في خطب الجمعة والأعياد. وفي المدارس النظامية أدخلت اللغة العربية كلغة تدريس جنبا إلى جنب مع التجرينية والإنجليزية منذ عهد الاستعمار الإيطالي والبريطاني ثم الإثيوبي، وحتى نهاية العهد الفيدرالي، حيث كانت جميع المدارس الحكومية والأهلية تعلمها الطلاب من كافة فئات الشعب الإريتري بلا استثناء، ولو كان ذلك بدرجات متفاوتة حين أن ألقيت رسميا مع التجرينية من قبل الاحتلال الإثيوبي لتحل محلها اللغة الأمحرية. ألقيت اللغة التجرينية واللغة العربية وحلت محلها اللغة الأمهرية، وهي جزء من اللغة الحبشية الجيزية السبئية. وأما في زمن الثورة والنضال، يقول هكذا الأستاذ أحمد بادوري، النضال المسلح فقد بذلت جهود حثيثة لإحياء تدريسها في مدارس الثورة في الأراضي المحررة. وفي التعاملات العامة تستخدم اللغة العربية في الوقت الراهن كلغة عمل مثل غيرها كسائر اللغات الوطنية. يعني الآن تجد اللغة العربية هناك وجه للغة التجرينية ووجه للغة العربية، ولكن لا تستخدم بذريعة أن ليس هناك كوادر تجيد اللغة العربية. وهذا من خطط تضييق اللغة العربية في المجتمع الإريتري. ففي الثورة المسلحة عمل بها في جميع المراسلات والتعاملات والإعلام المكتوب والمقروء والمسموع. الجرائد كما ذكرناه في ورقة الأستاذ عبد هيجي نفسه، هو ذكر هذا الكلام لكن مختصرا حتى لا يتكرر. وترجمت بها كتب كثيرة وعدت بها مواد التوعية والتثقيف السياسي، كتب بها الشعر والفنون الأخرى، وتحدثت بها إذاعة صوت الجماهير. وقد تواصل هذا العمل بعد التحرير والاستقلال، وأضاف التلفزيون الإريتري إسهامات لا تقدر بثمن لتوعية الشعب وتوصيل الأخبار والمعلومات والتحليلات السياسية وبرامج المقابلات الهادفة والترفيهية. هكذا كانت اللغة العربية بعد التحرير وقبل التحرير، وكان لها دور كبير في توعية الشعب الإريتري.
ترجم بها الدستور الإريتري، وليس هنالك دستور، وكذلك القوانين والمراسيم التشريعية. إذن اللغة العربية من حيث المنظور التاريخي لغة وطنية أريترية، ومن الواجب أن تكون ضمن مناهج التعليم في بلادنا بصورة أطور وأشمل، حتى يلم بها الدارسون من أبنائنا بهدف خلق جيل متعلم واسع المعرفة والثقافة اللغوية ومتعدد اللغات متجانس الأفكار والفهم لمختلف حضارات الشعوب وثقافاتها. يقول عالمية اللغة العربية، عنوان فرعي يقول عالمية اللغة العربية. الأستاذ أحمد طاهر بادوري في ورقته: اللغة العربية لغة عالمية غير محصورة في المنطقة العربية، بل إن انتشارها يتسع العالم أو معظمه، سواء كان تداولها بين نحو 1.5 مليون إنسان في العالم، سواء بحكم أنها لغتهم الأم أو بحكم الدين. تستخدم اللغة العربية في الأمم المتحدة من بين اللغات ال6 المعترف بها كلغة عالمية من جميع النواحي والمقاييس، ولهذا تتمتع بأهمية قصوى، وأن تعلمها ككل اللغات العالمية أمر ضروري. هكذا كان يقول، وهؤلاء كانوا يدافعون عن اللغة العربية، ولكن الآن مصيرهم سار إلى المجهول. في البلدان المتقدمة، يقول الأستاذ أحمد بادوري، في البلدان المتقدمة كاليابان ودول أوروبا وحتى أمريكا والصين تدفع هذه الشعوب بأبنائها بأعداد هائلة لتعلم اللغة العربية على أصولها لأهداف وأغراض كثيرة، منها العلاقات التجارية والاستثمارية والتواصل الدبلوماسي والثقافي والأمني ودراسة الحضارات، كما تطبع بها الكثير من المنشورات. في اليابان هنالك جامعة خاصة باللغة العربية، وكذلك في الصين. لذلك الإعلام الصيني والإعلام وبالذات التلفزيون المرئي تجد من يتكلم أو يلقي الأخبار في هذه الفضائيات الصينية أو اليابانية أو الكورية هم ممن تعلموا من أبناء تلك الشعوب، تعلموا اللغة العربية ويقرؤونها قراءة صحيحة. وكثير من المنشورات والإعلانات وتكتب بها موجهات الاستخدامات للمنتجات الكهربائية صارت تكتب باللغة العربية والإلكترونية، ويستخدمها إعلام معظم الدول المتقدمة في الإذاعات والتلفزيون والإنترنت. هكذا اللغة العربية إذن هي لغة عالمية. يقول تصحيح جوانب القصور في إريتريا، يقصد في إريتريا هناك فهم خاطئ لدى البعض منا من الذين يعتبرون خطأ أن اللغة العربية لغة دين معين أو قسم معين من مجتمعنا الإريتري. هذا الفهم الخاطئ يشترك فيه الكثيرون، كل بحسب فهمه القاصر ومحدودية معرفته لأهمية تعلم اللغات، وخاصة اللغة العربية، فهي في الحقيقة لا تخص قسم أو أقسام من شعبنا، بل تخص الجميع، كونها لغة عالمية يجب تعلمها يجب أن يتعلمها الشعب الإريتري. والمنظور الصحيح يقول أن اللغة هي أداة التواصل، يعني حتى لو كرهت هذه اللغة العربية بما أنها هي للدين الإسلامي أو للعرب المسلمين، هي أداة تواصل الآن والتفاهم بين الناس. وذكرنا أن الرئيس الإريتري الحالي يتكلم اللغة العربية فصاحة ولا يحتاج لمترجم إذا جاء ضيف من البلاد العربية يتحدث معه باللغة العربية ويتفاهم معه، ووسيلة للتقدم والمعرفة، وبوابة أولى نحو التعمق في الإلمام بالعلوم وحضارات وثقافات الشعوب في جميع مجالات العلم والمعرفة. لذلك اللغة التجرينية تختصر في مطار أسمرة لا يوجد هنالك إلا اللغة الإنجليزية،
ثم الذهاب إلى البلاد العربية يكون هناك باللغة العربية. وكذلك على الحدود السودانية الأريترية لا تجد اللغة التجرينية مجال، إنما تبدأ اللغة العربية في الحدود الإريترية السودانية، وهكذا. ويقول: واليوم حيث أصبح العالم قرية واحدة وربما أصغر، فإن اللغة هي الأداة للتواصل وتبادل المنافع والحاجات والتقارب، والإلمام باللغة العربية كلغة عالمية غير محصورة في نطاق أو مجال معين، مما يعزز أهمية تعلمها بالنسبة لنا. أما المنظور الاستراتيجي المستقبلي، يقول هكذا الأستاذ السفير أحمد طاهر بادوري: في إريتريا هو بالدرجة الأولى خلق جيل وأجيال متجانسة واسعة الثقافة عميقة التفكير، قادرة على الخلق والإبداع واللحاق بركب التقدم والتطور في جميع الميادين. والوسيلة الوحيدة إلى ذلك هي تعلم اللغات العالمية بما فيها اللغة العربية، فوجود أجيال إريترية متعددة اللغات الحية سيكون إنجاز لا يستهان به لإريتريا المستقبل. إلى حلقة جديدة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.